جدا، وحاسس ان هو مش لاقي اللي يعوضه الحب والمشاعر دي، لان واضح ان الشخص ده شايف انه مش هيقابل زيك ولا هيشوف حد غيرك تاني. الشخص ده على فكرة يعني انت بالنسبة له يعني عملت فرق شاسع في حياته من ساعة ما دخلت حياته، وهو حاسس ان حياته اتغيرت 180 درجة للأحسن، وهو دلوقتي حاسس انه تعيس او حاسس ان اموره كلها معلقة. وعلى فكرة الشخص ده محتار فيك جدا، وبيسأل نفسه هو انت ليه ما بقتش بتجري وراه زي الاول، او ما بقتش تروح تتواصل معاه او تكلمه زي ما انت كنت معوده او كنت دايما بتعمل ده معاه. الشخص ده يعني مهووس بمراقبتك، الله عليكم. في طاقة مراقبة عالية من ناحيته ليكم. بس انا شايفة في طاقتك يلي بتسمعني انت حاسس بطاقة خذلان او بطاقة ممكن جرح من الشخص ده. انت ممكن تكون بتراقب الشخص ده وشايفه مستمتع بحياته، او شايفه ان هو في علاقة، او اوريدي ده ممكن يكون متجوز لبعضكم او خاطب، لان انت حاسس بشعور في خيانة، شعور في جرح، شعور في الام، رغم انك انت ممكن تكون الفترة دي بتعمل استشفاء او بتفكر في نسيان العلاقة دي، بس برضك انت عندك الشعور ده اللي انت حاسه. كمان شايفه فيه ممكن دلوقتي طاقه بلوك ما بينكم، في طاقه بلوك او في طاقه هنا اغلاق للعلاقه دي، ممكن بسبب طرف ثالث، او بسبب ان الشخص ده هو اللي بعد بسبب ان هو مشاعره اتغيرت ناحيتك، انت حاسس بالطاقه دي. طيب بس بما ان هو عايش يعني ذكريات حلوه معاك وبيراجع الذكريات دي، ممكن يكون الشخص ده كمان يعني في صور تجمعكم ببعض، او في اوقات او لحظات تجمعكم ببعض هو لحد دلوقتي. ماذا بعد البلوك؟ لو ده عامل لي بلوك يا جوزي، هل في فك بلوكات؟ تكبيس وشير، واللي مش عامل فولو يعمل فولو يا بنات. هو شايفك زعلانه منه جدا، والشخص ده مش هين عليه يزعلك، مش هين عليه يزعلك ابدا، وهو طول ما هو شايفك بعيده وقافله على نفسك، او ممكن تكوني يعني ما بتتكلميش كده، هو حاسس انك انت خلاص كده يعني العتاب على قد المحبه، طالما ما بتعاتبيش وطالما ما بقيتيش تتكلمي يبقى انت خلاص قفلتي منه، ومش بتفكري في رجوعه تاني، او مش بتفكري تديله فرصه تاني. ده احساسه ناحيتك، والاحساس ده ممكن يكون هو مش عايزه يكمل، يعني مش عايز يشوفك قدام عينه. على فكره ان طول الوقت ممكن تكوني بتنزلي سوشيال ميديا او بتنزلي حاجه على الفيس، حاجه على التيك توك، ماشي، بس معنى كده انا بنزل لنفسي مش بنزل لك انت. يعني حتى لو بتنزلي حاجه هو شايف ان مش المقصود، لان زي ما قلت لك هو شايفك ان انت جميله، شايفك انك انت ليكي وضع، ليكي كيان، شايفك انك انت كمان مستقله بذاتك، ناجحه، عارفه انت عايزه ايه. وكمان انت لو ما فيش حد في حياتك دلوقتي فانت اللي عامله كده، انت اللي حاطه لنفسك يعني الحدود دي ان محدش يدخل حياتي، لان هو شايفك انك انت يعني ما بتحبيش ان حد يدخل حياتك يضحك يهزر يتكلم يقضي وقت، لا انت عايزه شخص يخش حياتك لحب الارتباط. دي طاقتك، تمام. لو لمحتي في طاقه اللي قدامك انه دخل يهزر يضحك يمشي معاكي يتكلم معاكي، لا دي طاقتك يعني قويه قوي، تحبي انك انت تكوني واقعيه. الشخص ده يعني مدمن على تفاصيلك، شكلك عاجبه قوي قوي قوي. طيب ممكن كمان تكوني اللي بتسمعني امرأة برج الثور او القوس او برج العذراء او الجدي. شايفه الفتره دي انت ممكن تكون